الحناوي حضرتك عملت أعمال متميزة أوي، زي خاتم سليمان، الصعلوق، تفاحة آدم، هي ودافنشي، قوت القلوب، وأخيرًا عمل أعمل إيه؟ عايزة أسأل سؤال إيه سر التكرار والتعاون مع خالد الصاوي. الفنان خالد الصاوي؟ أنا شايفة هو اللي آه. بطل معظم هذه الأعمال المتميزة. هو سؤال بيتكرر دايمًا ليّا وبيتكرر لخالد برضه. اشتغلت طبعًا مع نجوم تانية وأفاضل كبار. اللي حصل إن بيني وبين خالد matching وكيميا حصلت من أول تعاون خاتم سليمان، من أول ما اشتغلنا في خاتم سليمان ما كناش نعرف بعض. لمّا اشتغلنا في خاتم سليمان حبيته جدًا، هو نفس الشيء حبّني وقدّر القلم والكتابة. هو يقدّر المؤلف جدًا، اللي بيعجبه والنص اللي بيعجبه، فبيدّوا له قيمته وحدوده. لمّا بيتدخّل بقدر ضئيل للإضافة، وبتبقى إضافة هايلة بالمناسبة. معظم الإضافات اللي ممكن يقولها لو في إفيه في جملة، لو في فكرة، لو في كذا، لإن هو في الأصل مُخرج مسرحي بيكتب شعر. أنا عارفة إن هو بيكتب شاعر متميز إن جدًا. مرّة وكان سمعت له حوار إن هو بيكتب بيكتب فعلًا مسرح ومتميز جدًا. وبيخرج مسرح كمان. إمم. ف و كانت الإضافة بالنسبة لنا مثمرة. يعني كل أمّا بنعمل حاجة الحمد لله لمّا العمل بينجح. ضيفي على كده بقى إن المنتجين بيطلبونا لمّا بننجح، أيوه. بيطلبونا مع بعض. يعني إمم. عايزين محمد الحناوي وخالد. إمم. فقررنا طبعًا قررنا مخرجين كتير، بس الأستاذ أحمد عبد الحميد اللي عمل معانا خاتم سليمان إمم. هو نفسه الأستاذ أحمد، وده ضلع مهم في المثلث معانا. إمم. اللي عمل معانا أعمل إيه الأخير أنا أخرج شيء إيه جميل أوي التعاون في معظم في الدراما عامةً في طبعًا، صناعتها طبعًا، دي شيء طبعًا، متميز. طبعًا. طيب أنا عايزة أسأل سؤال عن السيناريو. إمم. السيناريو في الدراما ليه في أو وقتنا هذا نحس إن هو متغيّر، بنلاقي كلام أو حوار يعني عندنا نقطة ضعف كبيرة في السيناريو في الكتابة عمومًا في مصر دلوقتي. الكُتّاب المتميزين قليلين، ظهورهم قليل. انتشرت ظاهرة اسمها ظاهرة الوِرَش اللي هي الكتابة الجماعية، وطبعًا ما بتبقاش ناجحة في معظم الأحوال، لإن إحنا ما بنقدرش نعملها زي الأمريكان أو زي الخواجة عمومًا. الخواجة ما بيزيدش الورشة عنده عن 2 بالكتير عشان يكتب عشان يقدروا، لإن عندنا تصوُّر اسمه إن ما ينفعش 5 يحلموا حلم واحد. إمم. اللي بيكتب إمم. متعودين إن الكاتب فرد، إمم. المُخرج فرد، عشان يقدر يحلم حلمه ويكمّله لآخره. إن أنا أعمل ورشة كتابة يبقى لازم أولًا أستند على نص أدبي. إمم. لازم يكون في رواية أصلية عشان 2، 3 يشتغلوا عليها. مش مجرد أفكار متنطورة نعملها مع بعض على حسب هوى النجم أو حسب هوى المُنتج. دي عاملة مشكلة كبيرة. مشكلة اختيار النصوص، مشكلة إفراز المواهب. اللي هي فيما يتعلق بالكتابة. إفراز المواهب في الكتابة قليل جدًا عندنا. ما عندناش لسه محتاجين مؤسسة حقيقية تفرز الحتّة دي وتعمل مشاريع سواء لخريجين معهد السينما أو فنون مسرحية أو الخارجين عن المعهد. أنا نفسي مش دارس. أنا عايزة أتكلم على أستاذ محمد الحناوي الكاتب المتميز. عايزة أتكلم عن جزئية كيفية صياغة المفردات. بنلاقي مفردات يعني ضعيفة، ولأن في البداية إحنا الدراما دي مرآة لحياتنا، والدراما دي هي بتعلم المشاهد مضبوط، يعني بتعزز جزئية القيم والمبادئ. مضبوط. ليه إحنا مش لاقيينها دلوقتي يا أستاذ علشان محمد؟ نفس السبب اللي قُلت لحضرتك عليه، إن هو ما فيش المواهب الحقيقية متلاشية مختفية، موجودة بس مش موجودة على الساحة. فمحتاجين اللي يفرزها أكتر، محتاجين إن إحنا نغيّر الوجوه أكتر، نشوف شباب. مش معقول شباب أو كُتّاب إحنا بنتكلم في إطار الكتابة. إمم. كُتّاب كتير يعملوا أعمال وما تنجحش، وبرضه تخلّيه مستمر لإن النجم عايزه أو لإن المُنتج عايزه. طب ما تفرز، طب ما إمم. تشوف في ناس هتلاقي مواهب زي الورد. مصر لا تنضب أبدًا. أيوه صح. وهتلاقي مؤلفين كتير. هتلاقي بقى مشكلة المفردات، وهتلاقي مشكلة ركاكة الصياغة، آه. وهتلاقي مشكلة فقر الأفكار، وهتلاقي مشكلة النحت والتقليد الأجانب إمم. عمّال على إمم. إمم. بطّال. فعلًا هتلاقي ده بتبقى تصدير بالضبط، قيم ومبادئ مش قيمنا ولا بالضبط. أخلاقنا هتلاقي ده كعرب أو بيبدأ كمصريين. يتلاشى لو قدرتِ تجمّعي مواهب حقيقية وتفرزيها وتنمّيها
وننميها وتبقى تحت اشراف كتاب كبار. احنا ما زال ربنا ناعم علينا بكتاب على قيد الحياه من اساتذه الكتابه والتاليف في مصر، واللي يمكن حققوا لها الرياده، الاستاذ بشير الديك، الاستاذ محمد جلال عبد القوي، الاستاذ مجدي صابر، ناس كتير مؤلفين ما زالوا موجودين، وشيوخ دراما حقيقي وسينما. ليه دول ما يبقاش هم او ما نستعينش بيهم كإشراف على الكتابة وعلى الأعمال اللي بتتقدم بالتأليف؟ يقدر يفرز لك العين دي، العين القديمة الجميلة العظيمة دي اللي احنا اتعلمنا منها، تقدر تفرز لك شباب وتطلع مواهب رائعة. تمام يا فندم. أنا كنت عايزة أسأل السؤال الأخير بقى لحضرتك، إيه النصيحة اللي تقدمها للشاب اللي حابب يبقى يخوض مجال الكتابة، علشان بس السادة المشاهدين يستفيدوا معانا؟ هم نصيحتين اتنين: يقرأ ويتفرج. ويتفرج على كل الأشكال، يتفرج على كل الأعمال المعروضة على مستوى العالم في المنصات، أمريكية، أسبانية، كورية، هندية، من كل الثقافات. يتفرج على مدارس السيناريو بتتعرض، لأن ممكن الناس ما يبقاش ليها تقل على القراية، بس اللي بيكتب لازم يقرأ، لازم يبقى فيه مخزون. ما تستعجلش على الكتابة، ما تستعجلش انك تكتب ويطلع اسمك ويتحط على تتر ويتعمل لك مسلسل وممكن يخرج للنور وينتهي. والقراءة في كل المجالات يا كل أستاذ المجالات، بس للكاتب بالتحديد ده غذائه، ده مادته، ده ماتيرياله، يعني دي روحه. لازم القراءة والفرجة. في النهاية بشكر المتميز الكاتب محمد الحناوي. بشكرك يا فندم. أشكرك يا فندم، أنا اللي بشكرك، شكرا جزيلا، ميرسي جدا. في النهاية بشكرك عزيزي